في الحلقات اللي فاتوا كانت تابي رجعت القرية الملعونة، والناس كانوا هيتجننوا ويعرفوا ازاي مشيت وازاي رجعت، وكمان لاموها انها ما طلبتش المساعدة من الشرطة ولا من اي حد. ولما ديل قرر يدخل الشجرة عشان يطلب لهم هو المساعدة، لقى نفسه خارج من الحيطة، وللأسف ديل بيودع، والناس كلها كانوا مصدومين من اللي بيحصل. وكل ده بقى يا عزيزي كوم وفاطمة كوم تاني اعترفت لأليس انها بتاكل خضار فاسد، والواد من الصدمة نسي الحروف ومعرفش يتكلم. اما فيكتور قابل ابوه اخدوا بعض بالاحضان، وفضلوا ساعة يعيطوا في مشهد يعني حزين جدا. وراندل ما كانش طايق بويد عشان اتخلى عنه وسابه للوحوش. قبل ما نبدأ بقى الحلقة السادسة هنصلي على النبي ونبدأ بسم الله. بتبدأ الحلقة بتابي بعد ما رجعت من عند الشجرة، وكانت واقفة مش عارفة تنام من كتر التفكير. ولما سألها جيم بتعملي ايه، قالت له هي في حالة يأس مش عارفة انام. انا كنت المفروض اعمل اي حاجة عشان اقدر انقذ الناس اللي هنا. والراجل قام وكان عايز يهديها وبيقول لها انت عملت اللي عليكي. بس يا عزيزي جات لها الجنونة وقالت له انت تعرف منين عملت اللي عليا ولا ما عملتش؟ انت كل شوية تقول لي عملت اللي عليكي عملت اللي عليكي. قال لها يا بنتي انت سخنة ولا حصل لك ايه؟ هو انت كنت عايزاني احملك المسؤولية ولا اقول لك امشي وراك بمايك واقول لك ياللي ما عملتلناش حاجة؟ قالت له عايزاك تبقى صريح وصادق. اتعصب وقال لها انا غلطان وابن 60 في 90. انت اصلا واحدة هربتي وسبتي جوزك وعيالك، انت واحدة انانية وما فكرتيش غير في نفسك. وفضلوا بقى يفتحوا في مشاكل ما بينهم من قبل ما يجوا القرية، وبيقول لها انها من ساعة اما توماس ابنهم مات وهي عايزة تعيش لوحدها اصلا. وكلمة منها على كلمة منه والخناقة يا عزيزي ولعت اكتر. وكل لما الراجل يحاول يهدي الدنيا تابي تسخنها اكتر، لحد ما قال لها انا هريحك واطلع انام في الحمام. تاني يوم الصبح كانت قاعدة بتتفرج على رسومات إيسان، وبتنزل جولي وبتسألها بابا فين؟ قالت لها راح البحيرة مع ناس من القرية عشان يجيبوا أكل. فبتقول لها يعني ما مشيش عشان الخناقة اللي حصلت امبارح؟ اتصدمت وقالت لها هو انتوا سمعتونا؟ قالت لها ده القرية كلها بوحوشها سمعوكوا. في الوقت ده بويد كان بيشوف جايد وصل لإيه، وبيلاقيه راسم الشجرة بتاعت الأزايز، وبيقول له إن في حاجة ناقصة. إزاي الشجرة وصلت تابي للمنارة؟ بويد قال له أنا كنت فاكرك هتوريني حاجة مهمة. قال له أيوة ما كل ده مهم، الشجرة دي كانت مهمة عند أم فيكتور، أكيد في حاجة كانت ربطها بالمكان ده قبل ما تيجي. بويد قال له طيب اتأكدت من شجرة الأزايز التانية؟ قال له هو في واحدة تانية؟ بويد قال له أيوة أنا وسارة شفناها لما كنا في الغابة، بس ما كانش في فتحة لأي حد يعدي، وبيعرفوا إن فتح إزازة منهم وكان فيها ورق فيه أرقام، وبيعرفوا إن الرقم كان 1864. جايد قال له إنه قرأ الرقم ده في الورق بتاع الشجرة التانية، وفعلا بيلاقي الورقة وبيسأل بويد على مكان الشجرة اللي بيقول عليها. وما تنساش بقى يا عزيزي إن أبو فيكتور قال لتابي إن برضه في شجرتين في المدينة اللي كان عايش فيها، واحدة قدام بيته وواحدة بعيد شوية عن بيته. المهم أبو فيكتور راح لفيكتور عشان يشوفه، بس فيكتور قال له إنه رايح مشوار مهم، ولما طلب منه إنه يروح معاه رفض وقال له إن المشوار ده خطير. بس لما حس إن أبوه اتضايق قال له ممكن تيجي تتمشى معايا، وبياخده على مكان الأنفاق اللي كان فيه هو وتابي، وبيقول له إنه عايز يدخل يجيب كاسبر، وبيعرفوا إن الأنفاق دي مكان خطر عشان ده المكان اللي بيعيشوا فيه الوحوش. فبيقول له طيب يا ابني انت بتعمل في نفسك كده ليه؟ قال له عشان كاسبر ده اللي هينقذك انت والناس كلها. وبيقول له يرجع هو عشان جوه مش امان. ابوه قال له انا ما صدقت لقيتك ومش هسيبك تاني. وبيفرح فيكتور وبياخده معاه، وقبل ما بيدخل بيطلع علبة فيها عساكر لعبة عشان يعلم الطريق، وبيدخلوا جوه وبيروح للمكان اللي شاف كاسبر فيه قبل كده، وبيستغرب انه مش موجود في مكانه. ولما ابوه قال له يمكن انت غلطت في الطريق، قال له استحالة انا عارف المكان ده كويس ومتأكد انه كان هنا، وكان جنبه ساعة وكرسي وحاجات كتير، وبيستغرب ان مفيش وحوش نايمة. ابوه كان مرعوب وقال له طب تعالى نرجع دلوقتي ونبقى نيجي مرة تانية. بس فيكتور لما بيصمم على حاجة خلاص بتقفل معاه، وقرر انه يدخل يدور جوه شوية. فهنسيبهم دلوقتي يدوروا براحتهم لحد ما نشوف كيني بيفضي عربية الإسعاف من كل المعدات الطبية اللي فيها، وبيدخل وبيديها المريال. ولما بيطلع بيقابل بويد، بس ما كانش لسه قادر يتكلم مع حد من يوم موت أمه، وبيرفض إنه يدخل معاه. ولما بويد بيدخل عشان يطمن على راندل لقى بيتألم وبيتضايق من نفسه وبياخد بعضه وبيمشي. بس بيقابل وهو خارج كريستي، فبتطمنه على راندل وبتقوله إنه بيستجيب للعلاج وبيتحسن، وكمان بتقوله إنه في خبر حلو، عربية الإسعاف كان فيها جهاز سونار يعني ممكن نطمن على حمل فاطمة، وبتقول له يروح يعرفها عشان تيجي هي وأليس. وأصلا يا عزيزي أليس كان لسه مصدوم زي ما هو، ولما فاطمة قالت له انت وقول أي حاجة قال لها إنهم لازم يروحوا يكشفوا عند كريستي.
بس هي كانت خايفة وقالت له إنها مش عايزة الناس تخاف منها ولا من ابنها. وهم بيتكلموا بيخبط بويد عليهم، فبتشاور له وبتقول له اوعى تقول له، لكن أليس بيفضل يقنع فيها وبيقول لها إنهم لازم ياخدوا رأي أي حد. وبيقوم وبيفتح لبويد، وبيحس بويد إن الدنيا ما بينهم مش تمام، فبيسأله إيه اللي حصل، وبيحكوا له إنها بتاكل الخضار الفاسد. فبيتصدم بويد من الكلام هو كمان، أمال لو عرفوا إنها قلبت زومبي وبتشرب دم البني آدمين هيعملوا إيه؟ المهم بيقول لهم إنهم لازم يروحوا يطمنوا عند كريستي، وبيقول لهم إن عندها سونار. اتصدمت فاطمة واتوترت، فبيستأذن أليس أبوه إنه يطلع ويسيبهم دقيقتين. ولما بيطلع كان قلقان جدا هو كمان، بس ما كانش عايز يحسسهم بأي حاجة. وأليس بيفضل يطمن فاطمة وبيقول لها إنهم كده هيطمنوا على ابنهم أكتر، ولو في حاجة فيه أكيد هتظهر. فاطمة كانت حاسة إن في حاجة مش طبيعية وكانت خايفة تشوفه، بس بيقدر يقنعها وبياخدها وبينزلوا. وبيتقابل ألجين وبيصورها صورة للذكرى، بس هي كانت متوترة وما اهتمتش بيه ولا بكلامه. ولما بتطلع بره بتقول لأليس وبويد إنها مش عايزة تعرف كريستي بالخضار الفاسد اللي بتاكله، إحنا هنروح نطمن ومش هنجيب سيرة. فبيوافقها وبياخدوها على كريستي. في الوقت ده تابي بتروح لدونا، وكانت بترمي طوب عشان تقفل على ديل اللي مات جوه الحيطة، وبتعتذر لها عشان الناس ما كانوش مصدقينها وكانوا بيلوموا فيها. ولما تابي قالت لها انها عايزة ترجع يمكن تجيب اجابات وهي جاية، قالت لها انت اتجننتي، مش شايفة ديل بقى في الظل ازاي؟ وبتقول لها انها محظوظة عشان رجعت لاولادها، كان ممكن تكوني مكان ديل دلوقتي مزروعة. اما ماريل بتقول لراندل انها عايزة تغير له على الجرح، بس هو كان متضايق من الوضع اللي هو فيه وبيتعصب، وبيقول لها ان الجرح كويس الحمد لله، بس بتصمم عشان تطمن انه مش ملتهب. وبيطلب منها انه يشوف الجرح، ولما بتديله مراية بيتضايق من منظر وشه. ولما غيرت له على الجرح قال لها مش ناوية تقلعي القناع اللي انت لابساه ده، انت بتظهري انك كويسة بعد كل اللي حصل لنا انا وانت وجولي. قالت له انا كويسة وزي الفل، واللي حصل لنا ده ما كانش حقيقي اصلا، احنا كنا في كابوس وعد على خير. وبتقول له انت مش حاسس انك كويس عشان عايش لوحدك، وبتطلب منه يلم حاجاته ويجي يعيش معاهم. وفعلا راندل بيوافق، وده لانه كان خايف جدا. وكيني بيقفش جولي وهي بتشرب، وبتطلب منه انه ما يقولش لابوها وامها. ولما بيسألها على مفك معين قالت له مش عارفة، ممكن يكون بابا غير مكانه. فبيتضايق، وده لان الحاجات دي كانت تخص امه. فبياخد بعضه وبيروح لدنا وبيقول لها انه هيعيش معاها في بيت المستعمرة. الناحية التانية جايد كان وصل للشجرة، وبيظهر له صاحب الحانة الميت بتاع الجزء اللي فات، وبيفضل يقول له انه مش هيوصل لحاجة، وبيفضل يحبط فيه وبعدها بيختفي. فبياخد جايد شوية من الأزايز وبيرجع على البيت. تابي بقى يا عزيزي كانت قاعدة مع إيسان وبتسمع صوت فوق في الأوض، ولما بتطلع فوق بتتفاجئ بالأطفال، وكانوا خارجين من الأوض وكمان طالعين من السلم وبيقولوا نفس الكلمة بتاعت كل مرة. فبتخاف تابي وبتقول لهم أنا حاولت أساعدكم، بس إيسان بينده عليها وبتقوم وما بتلاقيش حد. فبتاخد بعضها هي وإيسان وأنظرن على جايد، وبيقول لها على الشجرة الجديدة اللي بويد قال له عليها، وبيفضلوا يجمعوا في الأرقام يمكن يوصلوا لأي حاجة. ولما بيوري تابي صورة الحاجات اللي شافها عند البحيرة اتصدمت وفضلت ساكتة شوية، وبعدها قالت له إنها كانت دايما تحلم بالكابوس ده، وبتفتكر نفسها وهي صغيرة وكانت قدام نفس المكان اللي جايد شافه. وبتقوله إنها شافت 3 أحجار لونهم أحمر في دايرة كبيرة، والاتنين بيستغربوا من اللي بيحصل، إزاي حلمت كتير بالمكان ده وهي صغيرة. وبتقوله إن مش أم فيكتور بس اللي حلمت بالمكان ده، أنا كمان حلمت بيه بس مش فاكرة حاجات كتير، وشكلها كده يا عزيزي هتطلع هي أخت فيكتور اللي كانت معاه وهم صغيرين. المهم في الأنفاق فيكتور بيقدر يوصل لمكان كاسبر، وبيشوف الوحش وهو نايم في المكان، بس أبوه بيشوف حاجات تخص مراته وبيمسكها وبيقول بصوت عالي ده بتاع أمك اللي جابه هنا. فبيقول له اسكت هتودينا في داهية يا حاج. وفعلا يا عزيزي الوحش بيصحى على صوتهم، والكارثة بقى إن الست دي قالت له لو فضلت تيجي هنا كتير وتقرفنا كده هنضطر نقعدك معانا. فبياخد كاسبر وأبوه وأنظرن من الأنفاق، وبيروح على العربية اللي كان بيستخبى فيها زمان. ولما أبوه فاق من الصدمة اللي كان فيها سأله إيه المكان ده، فيكتور قال له إنه ده كان دايما يستخبى فيه وهو صغير. فبيصعب على أبوه وبيتأسف له إنه كان وحيد هنا. ولما سأله الحاجة بتاعت أمك مع الوحوش ليه، قال له مش عارف، هي عادة عندهم ياخدوا حاجات من حاجات البشر. وبيطلع كاسبر وبيقول له إنه هو الوحيد اللي هيحكي لنا اللي حصل هنا. استغرب وقال له إزاي يا ابني دي لعبة. فيكتور قال له هتشوف دلوقتي بعينك. في نفس اللحظة فاطمة كانت وصلت العيادة، وهنا بقى يا عزيزي كانت الصدمة.
كريستي عملت سونار أكتر من مرة وبتصدمهم كلهم وبتقول إنها مش حامل أساسا. فاطمة قالت لها إزاي الكلام ده بس؟ دوري يمكن تلاقيه هنا ولا هنا. ماريلا قالت لها مفيش منه، مفيش أصلا حمل خالص. أما ألجين كان بيعلق الصور اللي صورها وبيتصدم لما بيشوف العفريتة اللي دايما بتظهر له ورا فاطمة في الصورة، وفجأة بتوشوشه في ودنه وبتقول له أبوس إيدك بقى ساعدني، أنا أقدر أنقذك أنت وكل اللي هنا وأرجعكم البيت. وفجأة برضه بتختفي كالعادة وبتخلص الحلقة على كده. ومن الواضح يا عزيزي إن الحلقات الجاية هتبقى ضرب نار مفيهاش هزار، فما تنساش بقى اللايك وتقول لي رأيك في كومنت، وأشوفكوا الفيلم الجاي.